هنتكلم النهارده عن واحد من اهم واجمد العروض الشهريه اللي حصلت السنه دي، دبل اور ناثينج. العرض اللي بيحمل اهميه تاريخيه كبيره جدا ل اي دبليو. ده كان اول عرض يتعمل في تاريخ الشركه في 2019، وبنسخته السنه دي اي دبليو بتكمل 6 سنين منذ انشائها. وفي عرض السنه دي بنشوف ما قد يكون اكتر ماتش مجنون في تاريخ المصارعه، ارجبلي ماتش السنه بين ويل اوسبري وهانج مان بيج في المين ايفنت، وبدايه الطريق لاهم واكبر عرض في السنه اول ان تكساس. فلو دي اول مره تتفرج على حاجه ليها علاقه باي دبليو، كمل الفيديو للاخر لان ان شاء الله هشرح كل القصص والعداوات. يا ريت تعملوا لايك، ومن غير مقدمات اكتر من كده يلا نخش على لا لسه، لاننا هنتكلم في الاول بشكل مختصر عن الماني ان ذا بانك ووضع الدبليو دبليو بي الحالي بشكل عام. ويعني عارفين عاده كان عندي كلمه كده معروفه بستخدمها على طول في وصف الدبليو دبليو بي. كانت ايه يا ترى؟ كانت ايه؟ الشركه المش كويسه، الشركه السيئه، لا الشركه الوحشه، لا برضو افتكرت الشركه الوسخه. كنت كاتمها في قلبي من زمان والله. ويعني ما تفهمش بجد ليه اغلبيه الناس دلوقتي فجاه كده اكتشفوا ان خير اللهم اجعله خير، الدبليو دبليو بي طلعت شركه وسخه فعلا. صدقوني الدبليو دبليو بي هي شركه وسخه من 2018 ويمكن قبل كده كمان. وانا بصراحه كنت متفاهم جدا حاله الهانج اوفر والانتشاء اللي حصلت للناس لما ماكمان مشي وتريبل اتش هو اللي مسك. وانا مش كاره لتريبل اتش ككاتب زي ما كل الناس فاكرين، انا كنت بحب شغل الراجل ده جدا ايام الانكس تي بلاك اند جولد، وعداوه جوني جارجانو وتوماسو تشامبا اللي عملها تريبل اتش في الانكس تي هي من الاعظم بالنسبه لي. لكن الحقيقه ان تريبل اتش بتاع الانكس تي حاجه، والتريبل است بتاع العروض الرئيسيه حاجه تانية خالص. الراجل اللي هيطلع بوش مفضوح في المؤتمر الصحفي ويقول لك والله احنا رجعنا ار تروث من التسريح لان ده كان جزء من خطتي، يعني مش مثلا عشان الجماهير سابوا لك يديك في العروض وعلى النت وهاتك يهتفات وهاشتاج وي وانت تروث فقررت انها هتنزل المره دي ورحت مرجعه. فعلا الفكره هنا ان دي فعليا مش اول مره، دي طبق الاصل علقه وي وانت كودي بتاعت راس المانيا 40 لما كان عايز يسحب كودي من المين ايفنت ويعمل ماتش الروك ضد رومان. هوب هتافات، هوب هاشتاج، هوب هتنزل المره دي ورجع لي يا ابني كودي في المين ايفنت وخليه فينش ذا ستوري بسرعه. الحاجات الكويسه اللي عملها تريبل اتش من ساعه ما مسك فعلا تتعدى على الصوابع، بس يمكن اهمهم على الاطلاق هو بلا شك الدفع بجونثر في الوجه، الراجل اللي بيخلصنا من جاي اوسو وبياخد منه بطوله العالم في الرو. دونت سمايل بيكوز اتس اوفر، كراي بيكوز ات هابند. حرفيا يا اخوانا جونثر ده يعني مش لاقي كلام اوصفه بجد. الون كونستنت امونج فاريبلز، ده الوحيد الثابت في الشركه دي والبقيه متنيلون على عينهم. انا لحد يومك ده عجزت افهم ازاي المصارع المتكامل العبقري ده ينجح في الشركه الوسخه دي. مصارع باسلوب بعيد كل البعد عن توجه الدبليو دبليو اي. الشركه اللي من اصغر فراش فيها لحد تريبل اتش ونيك خان كلهم بيطلعوا في المقابلات ويقولوا لك احنا بتوع الترفيه، احنا بتوع الترفيه يا اخوانا، والمصارعه دي مش بنعترف بيها ولا تعرف لنا طريق جره. فعليا وجود جاي اوسو كبطل العالم كان التوجه الطبيعي والمنطقي للشركه دي، انما الغير طبيعي والخارج عن المألوف هو ان حد زي جونثر ده يبقى الواجهه وبطل العالم بجد. والحقيقه اني بعد ما شفت جون سينا الهيل اللي جاي يبوظ المصارعه ما كان بوسعي الا اني سجدت سجده للمولى سبحانه وتعالى عشان احمده على نعمه جون ماكسلي، ما اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته برضه. واتوقع ان الاغلبيه طبعا فرحانين باعاده احياء عداوه سينا وبانك. اما انا فبكل صراحه رايي هو لا مش قوي، وانا عارف ان في ناس هتزعل من الكلام ده. يا راجل انا شخصيا زعلان، انا بقيت مشجع مصارعه بسبب الاثنين دول يا اخوانا، مش موجودين على الهيدر من فراغ بجد. والحته اللي جايه دي كانت المفروض تتمسح من السكريبت اصلا، بس هقولها لاني مصدقها جدا ومعجب بالتشبيه. لو عداوه سينا وبانك في 2011 كانت الجزء الاول من الجاد فاذر، و2012 كانت الجزء الثاني، في 2025 هي الجزء الثالث، وافتكر الرساله وصلت. يعني حاجه هامشيه كمان بس لازم نتكلم عليها، وهي كميه الاعلانات اللي بقت حاصله في الدبليو دبليو اي حاليا. اخوانا الموضوع خرج من نطاق الراس ماليه ودخل في نطاق الهشك بشك وبقى على 1.5 خلاص. حلبة الدبليو دبليو اي بقت عباره عن اعلانات وطلع لها مصارعه. الترابيزه هنحط عليها اعلان، السلم بتاع الماني ان ذا بانك عليه اعلان. يا راجل ده العروض الشهريه البيبر فيوز اللي معروف انها بتكون من غير اعلانات، قال لك لا احنا هنحط اعلانات بالزوفه برضو من الماتشات وهنسميها البياليز. ما عرفتكش انا كده، وانا مش بقول ان اي دبليو فاتحينها سبيل الناحيه الثانيه، لا اصل خلينا نتفق انه اي مشروع في كوكب الارض من اول عربيه الفول لحد الشركات ام مليارات هدفهم هو تحقيق اكبر استفاده ماديه. بس الموضوع في حاله الدبليو دبليو اي بقى فج بشكل لا يطاق وحاجه تقرف الصراحه. اخيرا الماني ان ذا بانك كان نفسي ومنى عيني ال اي نايت يكسب لانه يستاهل جدا، بل ده كان المفروض يكسبها من 2023 والله بدل الميديوكر داميان بريست. لكن لا، ساس رولينز بيكسبها السنه دي، الراجل اللي بيضم برانسون ريد لعصابته اللي هي حاجه طول العبث قوم ونقعد مطرحها. مش ده نفس برانسون ريد اللي كان فاشك ساس رولينز وبيعمل له 900 تسونامي من قيمه شهرين كده؟ يلا يا راجل ما
ما تدقش ما محبه الا بعد عداوه يا جدع. وفي حاله لو انت نسيت فايده الماني ان ذا بانك وانا عذرك يعني، فالبتاعه دي فايدتها انها بتنقل الاسامي اللي عندهم بوتنشال وبتخليهم ابطال عالم، ناس زي ادج، زيجلر، بانك، ديل ريو، روب فان دام، ونروح بعيد ليه ساس رولينز نفسه في 2014. فرولينز ما كانش محتاج الماني ان ذا بانك بصراحه. ولكن في سيناريو كده في دماغي عايزك تسمعه وتقول لي رايك. تخيل معايا سامي زين يكسب الكينج اوف ذا رينج، يلاعب جونثر على الحزام في مين ايفنت سامر سلام ويكسبه، بس هنا يتدخل ساس رولينز ويعمل حتى راندي اورتن مع دانيال برايم في سامر سلام 2013 ويصرف عليه الشنطه ويكسب منه الحزام. بعدها سامي يبدا الريدمشن ارك ويكسب الرويال رامبل في السعوديه، ويلعب ضد رولينز في مين ايفنت راس المانيا ويفوز اخيرا بالحزام. ادي يا معلم اديتك قصه تاريخيه وانا سايب ايدي ومش بتفرج على رودهم اصلا. بتقول ايه؟ سامي طلع من البطوله خلاص؟ طب تمام، كودي رودز هو اللي هيكسب الكينج اوف ذا رينج كما المتوقع. يلا مدعو ابو دي شركه يا راجل. بس يعني في حاجه كده حصلت في نفس سماك داون ده وقلبت المصارعه فاني تحتاني، فشمر يا ابني انت وهو عشان هنتكلم عن بايب بام جون سينا. ديسكليمر سريع، وقلنا لو انت بتحب سي ام بانك فالحته اللي جايه دي مش ليك صدقني. خلينا نقول في البدايه ان المشهد كله عباره عن ريفرنس وكول باك كبير لبايب بامب 2011. جون سينا بيلعب ضد ار تروث في المين ايفنت بالظبط زي عرض الرول اللي حصل فيه البايب بامب في 2011. ار تروث بيكسبوا برده زي 2011، لكن المره دي الادوار بتتعكس لان جون سينا هو اللي بيدخل سي ام بانك في الترابيزه. ابو سينا بيقعد فوق الكورنر وعينك ما تشوف الا النور. بعدها بيبدا البرومو بنفس بدايه بايب بامب سي ام بانك. As you lay there, hopefully as uncomfortable as you possibly can be. I hope you can digest this because before I leave in 6 months with that WWE Championship. والبرومو كله مليان طبعا كول باكس للبايب بامب، بس احنا يهمنا الكام لاين الحراقين اللي اتقالوا. ابو سينا بيقتبس تاني من البايب بامب. I don't hate you, John. I don't even dislike you. I like you. انا بحبك اكتر من اي حد كان موجود معاك في اوضه اللبس. ده شوت مبطن على حقيقه ان 3/4 المصارعين في اوضه لبس اي دبليو كانوا مش طايقين سي ام بانك. I hate this idea that you're the best in the world. You're not. انت احسن مني في حاجه واحده بس، انت افضل هجاص في العالم. اللاين ده غسلني من جوه لان يخرب بيت الترو بجد. سينا بعدها بيعمل حته كسر الجدار الرابع وبيسلم على الكاميرا زي سي ام بانك في البايب بامب وبيقول له الناس هيشجعوك ويغنوا لك لكنهم مش هيصدقوا كلمه من اللي بتقولها. انت بتغير مبادئك اكتر ما انا ما بغير تيشيرتاتي. قول يا ابو سينا ومزجني. سينا بعدها بيسلم على كام مصارع كده مألوفين لينا، كلاوديو كاستانيولي اللي كان سيزارو، نيك نامث اللي كان دولف زيجلر، مات كاردونا اللي كان زاك رايدر. دول هم بالفعل اصحاب جون سينا في الحياه الواقعيه، بالظبط زي لما سي ام بانك سلم على صاحبه كولت كابانا في البايب بامب. بعدها بيقول له ان محدش هيقطع عليه المايك زي ما عملوا معاه في البايب بامب عشان هو صاحبه الوحيد. شوت مبطن تاني على ان سي ام بانك شخصيه قذره ورا الكواليس ومحدش بيطيق يبص في سحنته. انا اللي اديتك الستيج عشان تعمل البايب بامب بتاعك، ومن ساعتها وانت بتكرر نفس الخمس حركات المميته على المايك 5 موفز اوف دوم. طب يقصد ايه ابو سينا بالموضوع ده؟ لو رحت دلوقتي حالا على اليوتيوب وكتبت على السيرش بار 5 موفز اوف دوم، اول حاجه هتطلع لك في التوب سيرش هي الفيديو ده فيديو لجون سينا وهو بيعمل الخمس حركات المشهوره بتاعته واللي بيخلص بيها كل ماتشاته. 2 شولدر تاكل، 1 5 ناكل شافل، 1 سايد سلام، 1 اي و1 كبده وسجق. لا وحشه غلط. وقتها طبعا كانت منتشره نظريه ان جون سينا ما بيعرفش يصارع وما بيعرفش يعمل غير الخمس حركات دول وبيكسب بيهم كل المصارعين، ومن هنا جت تسميه الخمس حركات المهلكه او المميته. سينا بيرمي بالريفرنس ده على بانك انه عمال يكرر في بروموهاته على نفس تيمه البايب بامب من ساعتها وعايش على حس البرومو ده من 2011، وده حقيقي فشخ. انت خلاص ما بقتش الفويس اوف ذا فويسلس، ده انت بقيت مليونير بكتف امك. اجلد يا ابو سينا ما ترحموش. بعدها بيرمي ريفرنس ساتل تاني على البايب بامب لما بيقولوا انه بقى مليونير بالرغم من نفسه. ده نفس اللي قاله بانك على ماكمان. despite yourself. But Vince McMahon's gonna make money despite himself. انت ما بقتش بانك يالا، انت رأس مالي. تمام، سريعا كده كلمة بانك دي هي مصطلح في الثقافة الأمريكية بيتقال على شريحة معينة من المجتمع الأمريكي، حاجة زي الهيبيز كده، الناس اللي شافوا وانس ابون تايم ان هوليوود عارفينهم. الجماعة دول بتكون أشكالهم وقصة شعرهم زي ما أنت شايف كده، ومعروف إنهم ضد الرأسمالية وضد حكم الفرد وضد هي هتسجن لو كملت كده، بس أنت فهمت اللاين إن شاء الله يعني. بعدها أبو سينا بيرد على لاين سي ام بانك النفاقي التعريضي اللي أحمد موسى يستحي يقوله، لما بيقول لسينا في الرو انا مش بدافع عن تي كي او ولا بحبهم اصلا، انا هنا عشان الجماهير. يا منافق يا ابن انت فاكر نفسك لسه في 2011 وهنصدق انك الثورجي وصوت من لا صوت له؟ طب الثورجي ده هرول على سي ام بانك وما بقاش بتاعه خلاص. انت من ساعه عودتك ليهم وانت بقيت مجرد اداه اعلاميه للدبليو دبليو اي وتي كي او، وده الدور اللي بتأديه فعلا. ابو سينا بيقول له انت مش ضد تي كي او، ده انت مستر تي كي او يالا. اطبخ يا ابو سينا هذا الكذاب الافاق المسخ من مصارع كان في يوم من الايام مصارعي المفضل. ابو سينا بيختم وبيقول لافضل هجاص في العالم انه كان الافضل في العالم لمده 7 دقائق من 14 سنه فاتوا. برومو تاريخي، برومو
اهمه لسنه، برومو حقيقي وواقعي وبيحترم عقولنا، ودي حاجه نادر تشوفها في الدبليو دبليو اي. السؤال اللي هساله ليكم، هل ده فعلا اعظم برومو في مسيره جون سينا؟ وهتصدقوني لو قلت لكم ان سينا كان مهدي اللعب كمان في كام موضوع كان ممكن يجلد بيهم بانك اكتر من كده كمان لو كان اتكلم عليهم. هتلاحظوا اني كنت كاتب الكلام ده جوايا في اول الفيديو لاني عارف ان في ناس هتزعل، بس خلاص سينا فلتني عليه الصراحه. كل الدعم لابو سينا في السعوديه، ويلا نخش على الدعكه بجد المره دي. Let's fucking go, lads! افتتحنا العرض بنهائي بطولة اون هارت للنسوان من مرسيدس مونيه وجيمي هيتر. عادة في المراجعات بتاعتنا ماتشات مرسيدس مونيه بتكون الباث روم بريك، بس المرة دي هي بتلعب الماتش الافتتاحي، وهو ماتش مهم الصراحة لان الكسبان او الكسبانة منه هتلاعب توني ستورم على الحزام في اولان. وحقيقة يعني انا في كل مرة بشوف مرسيدس مونيه دي ما بيجيش في دماغي الا الميم ده، وانا ما عنديش مشكلة قوي مع الولاية على قد ما انا مش مهتم ولا بتفرج على ماتشاتها، لكني برضو عارف قيمتها كواحدة من اهم التوقيعات في الشركة. كمان هي الصراحة عندها شغف وعايزة تكون موجودة وتقدم اضافة لاي دبليو، مش اللي هو جاية تعمل القرشين وخلاص زي الفنانه سوريا كده مثلا. واتفرجت لها على ماتشات ضد اثينا عشان كان برضو الماتش الافتتاحي في عرض داينامايت سبرينج بريك ثرو، والماتش كان ممتاز جدا الصراحه. نيجي لجيمي هيتر الناحيه الثانيه، لو انت من الريل وانز قوي اللي راحوا شافوا مراجعه اول ان السنه اللي فاتت قبل ما تتمسح بعدها بيومين، فانت بالفعل عارف ان جيمي هيتر هي مصارعتي المفضله. وماتشات ضد توني ستورم في فول جير 2022 هو اعظم ماتش نسوان في التاريخ بالنسبه لي، وطبعا مش محتاج اقول لك اني نفسي ومنى عيني تكسب وتعيد احياء عداوتها مع توني ستورم في اول ان. والحقيقه ان انا عندي طلبين مهمين جدا للفنانه جيمي هيتر. اولا يا ريت ترجعي قصه شعرك القديمه لو سمحت، هي اكيد حلوه بالريد هاد، يعني انا عايز اقول لك هي لو عملت قصه شعر الفنان شفيق يا راجل هتبقى حلوه برضه. الطلب الثاني والاهم هو انه يا ريت ترجع فينيشر الرين هيتر. الحركه زي ما انت شايف كده وواضح من اسمها مسروقه طبعا من الرين ميكر بتاعت اوكادا، وهي اضطرت تغيرها بعد ما اوكادا مضى مع اي دبليو عشان ما تبقاش السرقه عيني عينك يعني. فيا ريت يا فنانه تكوني بجحه وترجعي تعمليها تاني، لان موضوع السرقه ده عادي في المصارعه. عندك سي ام بانك اهو بقاله 20 سنه بيسرق الجي تي اس من كانتا بتاع اليابان ومحدش قال بام. نيجي للماتش نفسه اللي كان شغال وكويس جدا بمعايير ماتشات النسوان. اجمد سبوتين كانوا اولا لما رجلين جيمي هيتر اتشعلقت على حرف الحلبه، فمرسيدس بتنزل بركبتها على راس جيمي وبترزعها في الارض. السبوت الثاني هو التوم ستون اللي عملتها هيتر، وبرده الحق يتقال مرسيدس عملت كيك اوت صايع قوي الصراحه لما يا دوب رفعت كتفها في اخر ثانيه. جيمي بعدها كانت هتخلص بالفينشر الجديد بتاعها اللي انا مش بحبه ده، بس مرسيدس بتعكسها وبتمسك نافوخها وبترزعه حرفيا وبتخطف التثبيت. هتلاحظ ان المعلقين شهقوا شهقه رجل الواحد في الحته دي، لان فعلا النازله على دماغ هيتر كانت غشيمه وخطر قوي. للاسف جيمي بتخسر، ومرسيدس مونيه رسميا هي اللي هتلعب ضد توني ستورم في اولان. وعلى قد ما انا ضد القرار ده لانك بالفعل رميت بذور عداوه كبيره بين مرسيدس مونيه اللي بالفعل معاها حزام التي بي اس واثينا اللي هي اصلا من تكساس البلد اللي هتلاعب فيها اولان، فكان من باب اولى تكمل العداوه دي على حزام التي بي اس وجيمي وتوني يلعبوا ضد بعض على حزام العالم. لكن برضه متفهم القرار ده جدا لان ده عائيا وعلى الماركي ده اضخم ماتش نسوان ممكن تعمله لاكبر عرض في السنه، ودول اهم واشهر نجمتين في اي دبليو كستار باور، فتمام افتتاحيه جيده جدا. دخلنا بعدها على ماتش اف تي ار ضد داني جارسيا ونايجل ماجانا، وهنا خلونا نرجع الشريط من اوله عشان نفهم كل اللي حصل. زي ما اغلبنا عارف ادج بيرجع من الاصابه في نهايه وورلدز اند مع اف تي ار وبيهاجم بطل العالم ماكسلي، والثلاثه مع بعض بيعملوا فريق ريتد اف تي ار. ادج مش بيقدر يكسب ماكسلي في ريفولوشن بسبب كريستيان، وبيلعب الري ماتش ضد الماكس في داينامايت، الماتش اللي برضه بيخسره ادج عشان بكده ينتهي حلمه انه يفوز ببطوله العالم لمره كمان في اي دبليو. بعد الماتش داكس بيزق ادج وبيسيبه ويمشي، ومن هنا بيبدا الشقاق بين ادج واف تي ار، او بمعنى اصح داكس هارود، لان كاش ويلر كان طول الوقت واقف في صف ادج ضد صاحبه داكس. وهنا انا كنت بدات اتحسس مسدسي لان يبقى حيله واف تي ار انفصلوا عن بعض بجد. المهم ان الثلاثه بيقرروا يركنوا خلافاتهم على جنب وبيلعبوا ضد الديث رايدرز في ماتش ثلاثي على بطوله الترايوس في داينستي. الماتش اللي بيكسبوه الديث رايدرز بعد ما خطفوا التثبيت على داكس هارود بسبب غلطه من ادج اللي كان هيعمل له سبير بالغلط. الجماهير بتشجعهم بعدها واللي هو يعني خلاص ماتش يفوت ولا حد يموت، بس لا عشان داكس بيمسك ادج وبيهبده بايل درايفر اوت اوف نو وير على رقبته المصابه، وكمان بيجيب الكرسيين وعايز يعمل له الكونشيرتو، بس كاش بيفصل على صاحبه وبيزقه وبيقوم ادج المتكسر حبايني. وهنا وبكل سلاسه وحرفنه كاش بيسحب ادج ناحيه داكس وبيعملوا له الشاتر ماشين مع بعض، يعني فعليا كانوا بيوهمونا طول الوقت ان داكس هو اللي هيقلب بيل عشان في الاخر وبشكل صادم يقلبوا هما الاثنين مع بعض. وهي دي الصياعه يا محمد علي. يمكن اكتر حته انا حبيتها في الليله دي كلها كانت لما كاش لبس النيك بريس وداكس قعد ينعشه على النقاله. حقيقي بتفرق قوي الحاجات الصغيره اللذيذه دي. الاثنين بيبرروا اللي عملوه بان ادج كان اناني معاهم ومش بيفكر غير في نفسه ومجده الشخصي، وانهم ضحوا بشهور من مسيرتهم في الولا حاجه عشان خاطره، وفي الاخر خسر برضه وخسرهم معاه، فاللي هو بطلنا اللي عطلنا خلاص. او في روايه اخرى نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم حالي
ثم ما عادش حد غالي. بعدها بيقولوا لتوني شيفاني المعلق بتاع كولاجين يدخل لهم الحلبه وبيسالوه مش انت اللي اتجعزت علينا في داينامايت وقلت اننا ما تربناش وان اللي عملناه في ادج ده منافي للقيم والاخلاق؟ قال لهم افتيار قالوا له انت هتعمل لنا فيها الفنان محمد صبحي بروح امك، ولسه كانوا هيدعكوه ام نايجل ماجانس داخل لهم وبيقول لهم الراجل ده في حمايتي ما حدش ليه دعوه بيه. ولو ما تعرفش مين نايجل ماجانس فالراجل ده هو افضل معلق في المصارعه النهارده بالنسبه لي. الوحيد اللي ممكن يقرب من مستواه ممكن يكون ويد باريت مثلا. عامه مستوى المعلقين في المصارعه حاليا هو تقريبا كده نفس مستوى معلقين قناه بي اوت اللي كانت بتسرق ماتشات كاس العالم في 2018. عندك طاوله تعليق كولاجين بتاعت نايجل وتوني شيفاني مثلا، دي فعليا حاجه كده اشبه بلو فارس عوض علق مع ايمن الكاشف. في نفس حلقه كولاجين دي اف تي ار بيلعبوا ضد فريق 2.0 اصحاب داني جارسيا وبيضربوهم لحد ما يعضوا الارض على راي اخواتنا الخلاجه. داني بيتدخل لاف تي ار عشان يوقفهم اللي هو ستوب هيز اولريدي داد فاهم. وزي ادج اف تي ار بيكونوا داني جارسيا وبيقلبوا عليه برضه. في داينامايت اللي بعده بيظهر مدير اعمال اف تي ار الجديد ستوكلي هاثاواي. كنا اتكلمنا عن الراجل ده في فيديو ماكس وكول اللي ولاد الجزمه مسحوه. الراجل ده كان موجود في الدبليو دبليو بي وتحديدا الانكس تي في دور مدير الاعمال برضه، بس بيقرر يسيبهم بمزاجه وبيروح اي دبليو. ومن ساعه وصوله هو للاسف اندر يوتيلايزد ومش مستغل امكانياته. ظهر في الاول شويه مع الولايه مبروكه بيضه جيت كارجل، عمل عصابه الفيرم الفاشله، سيناريوهات كوميديه مع الهاردي بويز، ظهر شويه في منصب اداري في عروض الار او اتش اللي محدش بيشوفها، بعدين رجع تاني كمانجر لكريستا اتلاندر والموضوع اتسحب عليه السيفون برضه. فاتمنى الراجل ده ينجح اخيرا مع اف تي ار لانه حقيقي جامد على المايك ودمه خفيف قوي. في الكولاجين اللي بعده بيلعب داني جارسيا ضد داكس هارو، وفي نص الماتش داكس بيقرر يستفز نايجل على طاوله التعليق وبيقلعه على الهيدسات. نايجل بيوقف له وبيقول له والله كان على عيني عركك اخويا بس انا خلاص اعتزلت زي شعرك كده بالظبط، وده بيخلي داكس يزقه وبيرجع يكمل الماتش عادي. وهنا نايجل بيقرر انه مش هيتهزق من سكات وبيدخل يساعد داني وبيجلدوا اف تي ار مع بعض. ولو انت ما تعرفش مين نايجل ماجانس ده فالراجل ده فعليا كان من اساطير العصر الذهبي للار او اتش ويعتبر من نفس جيل سي ام بانك وبراين وساموا جو، لكن مش كل الناس بتفتكره لانه للاسف اعتزل بدري جدا بسبب مرض التهاب الكبد، المرض اللي بيعايروا بيه ستوكلي بعدها في داينامايت. الحاجه اللي بتستفز نايجل وبتخليه يبلع حبيتين الشجاعه وبيقرر انه هيتحد مع داني جارسيا ضد اف تي ار. ونيجي للماتش نفسه واللي كان كويس جدا مع سلبيه بسيطه بالنسبه لي. بنشوف سبوت الدبل سبمشن لاف تي ار من داني ونايجل، وده لو ما تعرفش هو كول باك لواحده من اعظم ماتشات التاج تيم في التاريخ دي اي واي واف تي ار في تيك اوفر تورونتو. نايجل كان شغال تمام وما بينش قوي للرينج راس، وحبيت قوي الباونس اللي عملها على الحبل في الكلوز لاين دي كان بيعملها دين امبروز ايام الدبليو دبليو بي بالمناسبه. عجبتني قوي برضو انتكس اف تي ار لما مثلا داكس بيمسك بطنه جنب نايجل وكاش وهو بيعدل القصه لتوني شيفاني. اجمد سبوت في الماتش كله كان لما داني بيقرر انه هيعمل الثري اميجوز بتاعت ادي جاريرو اللي هي الثلاث سوبلكسات اللي ورا بعض دي، لكنه فعليا بيعملها بسوبر بلكسات المره دي وبيلفح داكس مرتين فوق الحبل الثالث وبينزل بيه. ولسه كان هيعمل السوبلكس الثالث راح داكس وكاش عكسوها للباور اند جلوري دي اللي هي السوبر بلاكس في الفراج سبلاش. في سيكونس النهايه اف تي ار بيعملوا الشاتر ماشين على نايجل بره الحلبه، الحركه اللي بتفنيخ نايجل خالص وبتخليه زي ما بيقولوا كده ديفنسلس ومش قادر يدافع عن داني اللي اف تي ار بيوضبوه بالباكج بايل درايفر. ولما داني بيحط رجله على الحبل داكس بيعملوا الشارب شوتر لحد ما بيفقدوا الوعي. اف تي ار بيكسبوا الماتش وانا نوعا ما مش عاجبني سيكونس النهايه، اصل منطقيا كده فالشاتر ماشين اللي بره هي نفسها اللي جوه الحلبه والله كده كده اللي بيتلقى الحركه بينزل براسه على ركبه كاش ويلر، يعني المفروض كاش هو اللي متضرر اصلا لانه بينزل بظهره على الارضيه الصلبه اللي بره. الحوار ده فكرني بالسبوت المتخلف اللي حصل في ماتش ادم كول وداني جارسيا في داينستي لما ادم كول بيودي داني عند الستابس الحديد، وطبعا انت هنا المفروض مستني ادم كول يرزعه على الستابس ولا يعمل اي نيله، بس لا ده بينزله على ركبته عادي اللي هو ويحك ولما التشويق ويزم ما كنت تعملها في الحلبه وخلاص ولا هو اي فرهده يعني. نفس الوضع ينطبق على سبوت الشاتر ماشين على نايجل برضو. حاجه كمان وهي ان في برومو توقيع العاده منهم اف تي ار قالوا فيما معناه لنايجل ان ما تلومش الا نفسك بقى اللي هيحصل في الماتش، وانا الصراحه كنت مستني حاجه جروسم ودمويه تحصل، مثلا يخلوا داني جارسيا ينزف جامد، يعملوا الكونشيرتو على نايجل ويجيبوا له اصابه زي ادج، يمسكوا توني شيفاني ويدعكوه لحد ما يعض الارض، حاجه بالطريقه دي. بس ما فيش حاجه من دي حصلت وده خلى النهايه تكون نوعا ما اندر ديليفرد بالنسبه لي اهو، عشان الناس اللي بتقول انت بتطبل لاي دبليو بس ومش بتنتقد اي حاجه. ففي ما عدا رشه البهارات اللي كنت مستنيها وما حصلتش دي فالماتش كان كويس جدا. عامه تقدر تعتبر ان كل ده كان تصبيره لان الوجبات الرئيسيه هتنزل بدايه من الماتش الجاي. ريكيشي ضد مارك بريسكو في ماتش عربيه الاسعاف. في حاله لو كنت متعرفش فريكيشي عامل حاليا فضلة خيرك كده اعظم شخصيه هيل في 2025. على الطلاق لو اتعرض عليا جون سينا ما يلزمني. ويعني خلوني احكي لكم قصه ظريفه عن الراجل ده. في يوم من الايام ريكيشي كان فاتح ستريم لايف على الانستجرام مع المتابعين بتوعه عادي خالص، لحد ما مره واحد بيدخل له وبيساله سؤال مهم جدا: هو انت ليه اقرع يا معلم؟ عارف انت اللي هو بالظبط نفس النبره بتاعت Why are you gay?
طبعا ريكيشي يعني توهج على راي اخواتنا الخلايجه اللي هو ايه السؤال ده يا غالي. بعدها الحوار ده بينتشر جامد وبيتحول لزي ميم او كوميك او رياكشن مضحك لريكيشي على النت. ولحد هنا ريكيشي كان ممكن يتعامل مع الموضوع ده كلحظه محرجه عابره في حياته الواقعيه وخلاص، بس لا، ده بيقرر انه هيخلي موضوع القرعه ده جزء اساسي لا يتجزأ من شخصيته الهيل في اي دبليو. وعلى قد ما الفكره تبان تافهه الا انها فعاله بشكل لا تتخيله مع جماهير الشركه، وخلت ريكيشي يتحول لهيت ماجنت وقادر يجذب كره الجماهير باقل مجهود. اما مارك بريسكو لو ما تعرفوش فهو كان جزء من واحده من اعظم الفرق في التاريخ، البريسكو براذرز. دول بالمناسبه تريبل اتش كان بيريل على روحه ونفسه ومنى عينه يمضيهم ايام الانكس تي بلاك اند جولد وهم اللي كانوا بيرفضوا. للاسف جاي بريسكو اخو مارك الكبير بيموت في حادثه عربيه في 2023، الحاجه المأساويه اللي طبعا انهت فريقهم للابد، لكنها فتحت الباب لجاي انه يظهر في اي دبليو كمصارع فردي وبينجح جدا وقدر يقدم ماتشات ممتازه وكمان كسب بطوله الار او اتش. انا شخصيا بعتبر ان مارك بريسكو ده هو زي ميكس زبادي خلاط كده بين ميك فولي وفالفتين دريم، ولو عرفتوا مين فالفتين دريم ده تبقوا عمد الصراحه. والحقيقه ان قصه ريكوشي ومارك بريسكو من اكتر القصص تشعبا وتعقيدا اللي حصلت في المصارعه، فاصحى معايا لو سمحت عشان الموضوع الصراحه محتاج تركيز جدا. القصه الملحميه بين الاتنين دول هي مين زلبط اكتر من التاني. هكذا تكون القصص والا فلا يا جدع. مارك بريسكو اللي عاده بيكون حلقه اقرع بيقرر يربي شعره ويعمل المو هوك دي اللي كانت قصه اندرتيكر في راس المانيا 30، وزي ما اغلبنا عارف تيكر حلق شعره زيرو في اطار قصته مع تريبل اتش في راس المانيا 28، وقعد سنتين على ما طوله كده بعدها. مارك بريسكو بقى طول شعره في اسبوعين بس، انت مستوعب؟ انا لا الصراحه. كمان قانون الماتش ده تحسه يعني تصعيد غير مبرر، والله يا شباب كبرتوا الموضوع. افتكر ماتشات الاسعاف دي في المصارعه تتعدى على الصوابع اصلا. من دماغي كده من غير تحضير اقدر افتكر مثلا ماتش رومان وسترومان في تجربه لا مؤاخذه بولز اوف فاير وسينا وكين، انتوا عارفوني الباقي. طبعا قانون الماتش بسيط، اللي دخل اللي ضده عربيه الاسعاف الاول هو اللي هيكسب. عجبني قوي سبوت الشوتنج ستار بريس اللي كان ريكيشي عايز يعملها على بريسكو وهو على النقاله، بس مارك بيبعد وريكيشي بينزل على الفاضي. بعدها مارك بيجيب زي جردل كده فيه فينيك وكلور تنظيف، وبيقرر يعمل تطبيق حرفي للنكته بتاعت مره واحده قرع اتزحلق وقع على دماغه واتزحلق تاني، وبيلمع القرع على ريكيشي حرفيا. ريكيشي بعدها بيستعيد الافضليه لما بيرش الكلور على وش مارك. بتحصل بعدها لحظه عابره ولكنها كي مومنت بالنسبه لي، لما الجماهير بيتفقوا جدا تيبلز او عايزين الترابيزات، فريكيشي فعلا بيطلع ترابيزه وبيقول لهم هو ده اللي انتوا عايزينه صح؟ طب على الطلاق من بيتي ما فيها ترابيزات، وراح مدخل الترابيزه تاني. صدقوني الحاجات الصغيره دي بتفرق جامد في الكاركتر وورك بتاع اي مصارع. ريكو بعدها بيمسك وش مارك وبيرزعه في النقاله بشكل كان فعلا واقعي ومؤلم. مارك بريسكو بعد السبوت ده بينزف ولا جون موكسلي في عزه، وهنا ريكيشي خلاص كان هيدخله العربيه ويكسب الماتش، بس مارك بيسد الباب بالعكاز وبيقول لريكيشي العب بقى روح امك انا فوتلك، وبيدور فيه يدعك وبيعملوا الجاي دريلر في الحلبه، ثم الفراجي بو اللي هي قلبه دراب يعني على الترابيزه اللي بره. ريكيشي بيرجع وبيجيب المقص بتاعه من تحت الحلبه في الخباثه وبيدب مارك بيه. وطبعا انت المفروض من عداوه ريكيشي وسوورف عارف ان المقص ده هو الويبن اوف تشويس وسلاح ريكيشي المميز. ريكيشي بيرجع مارك عند عربيه الاسعاف تاني، وهناك بريسكو بيقدر ياخد منه المقص، بس ريكيشي كان جايب اوفر مقص وعليه واحد يديه وبيسيح دم مارك بالمقص التاني. يا اخوانا انتوا متخيلين ان ده ماتش قايم على فكره مين اقرع اكتر من التاني؟ انا اعرف مصارع مشهور كده وابن عمه وكان بينهم مصانع الحداد وخيانات وزعامه قبيله وليله سودا، وفي الاخر ما عملوش ربع الكلام ده. ريكيشي بيدي المارك بريسكو الغارق في بحر من دمائه واحده في الجالي بالمره، ثم بيخلص عليه بالسبيريت جان وبيدخله في عربيه الاسعاف وبيكسب الماتش. ده قد يكون وبكل سهوله اعظم ماتش اسعاف في تاريخ المصارعه، بس يعني انتوا عرفوني الماتشات التانيه في الكومنتات. بنشوف الكادر الهوليوودي ده للمقص وجنبه دم مارك بريسكو. ريكيشي فعليا بيعيش برايم مسيرته حاليا في اي دبليو، ومارك بريسكو فعلا اثبت من خلال الماتش ده انه مصارع فردي تقيل قوي. اما عربيه الاسعاف نفسها فوجودها ما كانش عبث، وهيكون ليها دور مهم جدا قدام. الهيرت سينديكيت ضد سامي جيفارا وداستن رودز على حزمه الفرق. الماتش ده بيحصل لما سامي وداستن بيكسبوا فريق الكرو في كولاجن، وخلينا نقول بكل صراحه كده ان ديفيجن التاج الحالي في اي دبليو ما شاء الله ما شاء الله رايح في الوبا ما شاء الله ما شاء الله. ما فيش ما عندناش على راي ابراهيم فايق وهو بيصيح على منتخب مصر، بس كل ده مش مهم قوي لان اهتمام الجماهير بيتلخص في 3 كلمات: وي هيرت بيبل. هتاف الهيرت سينديكيت اللي بيزلزل وبيجلجل في كل قاعات اي دبليو، والتركيز كله كان منصب عليهم وعلى قصتهم مع ام جي اف. مبدئيا كده خلينا نقول ان حوار ان ماكس ينضم للهيرت سينديكيت هي فكره تقريبا لا تخطر على بال اي بني ادم في كوكب الارض الا توني خان، وده يوريك قد ايه الراجل ده فعلا بوكر شاطر ومبدع. وانا استمتعت بشكل لا يوصف بالبناء والسيجمنتات اللي اتعملت بينهم. حرفيا السبورتس انترتينمنت زي ما الكتاب ما بيقول، ويعني يا ريت الشركه الوسخه الثانيه يتعلموا والله. القصه بتبدا بعد خساره ماكس الهاج مان في ريفولوشن، لما بيتدخل MVP
لاشلي على ماكس بشكل مفاجئ في نص البرومو بتاعه، وبنعرف ان الاثنين عارفين بعض بالفعل وكانت بتجمعهم صداقه ايام اتحادات بير السلم. MVP بيدي البيزنس كارد بتاعته لماكس وبيعرض عليه الانضمام للهيرت سينديكيت، وماكس بيقول له انه محتاج وقت عشان يفكر. في الاسبوع اللي بعده ماكس بالفعل بيوافق ينضم، لكن على عكس الاسبوع اللي فات فالمره دي اعضاء السينديكيت التانيين لاشلي وشيلتون كانوا موجودين. وهنا بيبدا الترند اللي هينجح بشكل مش طبيعي على مدار الاسابيع اللي جايه، لدرجه ان بابي لاشلي فعليا بيعملوا على تشيرت، وهو ان الثلاثه بيعملوا تصويت بالابهام، والثامز اب يعني الموافقه والثامز داون يعني الرفض. الحوار ده نجح جدا بالفعل مع باتيستا وقصته مع ايفولوشن، فكان لذيذ انه يتعمل في القصه دي. MVP بيوافق بس شيلتون ولاشلي بيرفضوا، ونوصل لداينستي اللي بيدافع فيه لاشلي وشيلتون عن الاحزمه ضد بيج بال وبراين كيث. في نهايه الماتش ماكس بيتدخل من عند الجماهير وبيضرب بيج بال بالبلحه وهو لابس الخاتم بتاعه، بس الكاميرا مش بتجيبها. يا نهار ابيض ما لحقناش نشوفها. وده طبعا بيساعد لاشلي وشيلتون انهم يخلصوا عليهم ويحتفظوا بالاحزمه. في داينامايت بعد داينستي ماكس بيقول لهم يقفوا يضموه بعد ما ساعدهم وبتاع، بس شيلتون ولاشلي بيرفضوا وبيقولوا له احنا كنا هندعكم كده ويلا غور في داهيه بدل ما ندعكك انت كمان. في الاسبوع اللي بعده ماكس مش بيدخل لهم بايده فاضيه، وبيجيب لهم طقم نسوان على قد مقاسهم احتفالا باحتفاظهم ببطوله التاج في نفس العرض. رد فعل شيلتون بنجامين كان جولد وربي. شيلتون بيقول لماكس الا الساعه كام في يدك يا ولد عمي. ماكس بيقول له ايه وراك حاجه؟ لا ده انا بشبع عليها بس. ايه مش دي نفس البراند بتاع الساعه ام 2 مليون دولار اللي كان لابسها الولا حمو صلاح وهو بيجدد مع ليفربول؟ ايوه بالظبط، دي تبقى بنت خاله امها لازم. طب انا ايه من غير مؤاخذه كده تلزمني الساعه دي يا ماكس اخوي. ماكس بيقول له ما تغلاش عليك وبيديها له فعلا. تخيل واحد بيجيب لك نسوان وبيديك ساعته ام 2 مليون دولار، ده الصاحب الجدع اللي ملوش مرتجع حرفيا. وعملا بمبدا اطعم الفم تستحي العين، فشيلتون بيستحي فعلا وبيوافق يدخل ماكس الهيرت سينديكيت. اما لاشلي فبيفضل جادد زي ما هو وبيرفض برضه. الاسبوع اللي بعده ماكس بيحاول يقنع لاشلي ويخليه يوافق اخيرا، وبيقول له شفت العربيه الفشيخه اللي انا كنت داخل بيها من شويه دي؟ كسر زيرو ولسه جايبها من المعرض بالسلوفانه بتاعتها، انت بس توافق يا ابو لاشلي والعربيه دي اعتبرها بتاعتك خلاص. لاشلي بيقول له طب ما تيجي نطلع بره نشوفها. بعدها بيقول له ما تديني المفتاح اشوف التنجيب بتاع الكراسي نظامه ايه. شيلتون بيقول على الطلاق بالثلاثه العربيه البيجو حدانا في الدوار برجبتها، عربيه عظم كده خلاص كفايه. بس يعني بعيدا عن الهزار، هو ليه فعلا اغلبيه الفلاحين بيركبوا العربيه البيجو؟ يعني لو تعرف يا ريت تقول لي في الكومنتات. المهم ان ماكس بيديله المفتاح فعلا ولاشلي بيركب وبيدور العربيه. ماكس بيقول له طب استنى يا ابو لاشلي اخويا انت كده وافقت انضم صح؟ لكن لاشلي بيرفض وبيقول له سلام يا ابن العبيطه وبياخد العربيه ويخلع. في الاسبوع اللي بعده ماكس بيفصل خالص على لاشلي وبيقول له يعني انا جبت لك نسوان ومش عاجب، وبعدها جبت لك عربيه وما ينفعش، بس انا خلاص عرفت انت محتاج ايه. انت محتاج تسافر تركيا عشان تزرع شعر يقرع يا ابن وهنا ابو لاشلي بيقفش بزماره رقبته وبيقول له لو عايز تنضم للهيرت سينديكيت لازم تكون بتهيرت بيبول يالا، وبيسيبه ويمشي. الاسبوع اللي بعده ماكس بيعمل بالنصيحه دي فعلا وبيمسك الغلابه توب فلايت وبيدور فيهم الدعك على مرأة ومسمع من لاشلي والسينديكيت عشان واخيرا في الاسبوع اللي بعده لاشلي بيوافق على انضمام ماكس. ونيجي للماتش نفسه واللي كان فيلر كعاده ماتشات الهيرت سينديكيت. اجمد سبوت اتعمل في الماتش كان الشوتنج ستار بريس على بره من سامي على لاشلي. بنشوف بدايه التناغم بين لاشلي وماكس اللي بيساعده يعمل السبير على داستن، وفي النهايه سامي جيفارا بيخسر بسوبر كيك من شيلتون. وهنا انا عايزك تركز معايا قوي لاننا وصلنا لاهم حته في الفيديو ده. تحليلي للي حاصل مع MJF حاليا يتلخص في 4 كلمات: hiding in plain sight. انت شايفه حاليا بعيد كل البعد عن صوره الاحداث الرئيسيه وبطوله العالم، لكن كل ده بيبني للمفاجاه اللي هتحصل في الاخر. ماكس قالها وكررها في اكتر من مناسبه ان انضمامه للهيرت سينديكيت هيوصله في النهايه للفوز ببطوله العالم. ده بالظبط كان رده على هانج مان لما ساله وانت ليه ما دخلتش الاون هارد تورنمنت طالما انت عايز تكسب بطوله العالم قوي كده، وبيقول نفس الكلام برضه لاسبراي، والاثنين كانوا مستغربين من العبط اللي بيقوله ده. وهنا خليني اقول لكم التوقع اللي يبقى حي عليا لو حصل بجد. فاكرين ماتش الكازينو جانتلنت اللي اتلعب في لان السنه اللي فاتت؟ الماتش اللي عامل شبه الرويال رامبل ده والكسبان بياخد شنطه يصرفها على بطوله العالم نفس الماني ان ذا بانك. انا متاكد بنسبه 2000% ان ماكس هيكسب الماتش ده لو اتعمل السنه دي. ومش كده وبس، لاني بتوقع انه هيصرفها في نفس اليوم في المين ايفنت وهو اللي هيكسب بطوله العالم بمساعده الهيرت سينديكيت. يا نهاري سويد لو الكلام ده حصل فعلا، ده انا هنزل لكم بيها ولا جون مجدي عبد الغني في كاس العالم. على العموم ده توقعي وتحليلي الشخصي، فيا ريت تقولوا لي لو بتتفقوا معايا وتكتبوا لي توقعاتكم وتحليلاتكم تحت في الكومنتات ونتناقش مع بعض. الرين ميكر كازوتشكا اوكادا ضد سبيد بول مايك بيلي على بطوله الكونتيننتال. انا شايف واحد هناك اهو بيقول لي يطلع مين مايك بيلي ده يا اخويا؟ يا اخي مش فاهم الافنديه دول اللي لازم اعرفهم كل حاجه. لا بهزر والله. سبيد بول مايك بيلي او زي ما هنقول عليه من هنا ورايح مستر كاراتيه، هو يعتبر من اهم المصارعين اللي طلعهم اتحاد التي ان اي اخر كام سنه، وبيقدر يكسب حزام الاكس ديفيجن هناك اكتر من مره. ده يعتبر زي حزام القارات كده او حزام التي ان تي بالنسبه للتي ان اي. ومن ابو اخر كده الراجل ده مؤدي خرافي وممتع جدا على الحلبه، واسلوبه وطريقه لبسه في المصارعه فعلا
فعلا اقرب للكاراتيه بجد. كمان الفينيشر بتاعه يعتبر من اميز واكتر الحركات المؤلمه اللي ممكن تشوفها. الحركه دي اسمها الالتيميت ويبن، ويعني زي ما انت شايف كده دي قد تكون تاني اكتر حاجه مؤلمه لظهر اي بني ادم بعد طريقه ميسي لبواتينج في 2015. كان المفروض يسميها ايش احوال ظهرك. والله يو نو وات، هنسميها كده من هنا ورايح برضه. لو عايز تتعرف على الراجل ده اكتر انصحك وبشده ترجع تتفرج على ماتشه في التي ان اي ضد البيلي جوت ويل اوسبري. الماتش ده بيتم تصنيفه انه اعظم ماتش في تاريخ التي ان اي كلها اصلا، وبالمناسبه موجود فري على قناتهم على اليوتيوب. مستر كاراتيه بيمضي مع اي دبليو بعد نهايه عقده في التي ان اي كواحد من اهم التوقيعات في الشركه السنه دي، وسريعا بيدخل على خط كاني اوميجا وبطوله الانترناشونال، وبيلعب ماتش ثلاثي اسطوري على البطوله دي ضد كاني وريكيشي في داينستي. والحقيقه ان البناء بين اوكادا ومستر كاراتيه هو مش قايم على قصه، لا هي يا دوب لحسه قصه، حاجه كده زي لحسه المذاكره اللي باخدها من الملخصات وانا في المواصلات رايح الامتحان. من الاخر الموضوع بيحصل في اطار معمعه البناء للاناركي ان ذا ارينا اللي هنجيلها طبعا لما مايك بيلي بيدخل يضرب اوكادا، ويعني حتى الكاميرا ما جابتهاش، خش يا شلبوكه. ما لحقناش نشوفها، ما لحقناش نشوفها. بعدها في كولاجن مستر كاراتيه بيتحدى اوكادا على حزام الكونتيننتال، بناء يعتبر سناكسي لذيذ ومش مطلوب منه اكتر من كده باعتبار انها بطوله الابر ميد كارد. يعني قبل ما نتكلم عن الماتش عايز ادي دخله اوكادا الاسطوريه حقها. الدبليو دبليو اي عاده بيتفوقوا على اي دبليو من ناحيه البرودكشن بتاع الدخلات المصارعين، بس ده ما كانش الحال خالص في دبل اور ناثينج، وخصوصا اوكادا اللي حتى لو ما تعرفوش مجرد بس ما تشوف دخلته انت بالفعل عرفت ان في واحد من اهم المصارعين في العالم داخل الحلبه. اما عن الماتش نفسه فيعني اغلبكم عارف اني عاده بنتقد اوكادا في كل مره، لكنه في الماتش ده قرر يكرسني ويلجمني ويشد لي بلاستر الصراحه. لو انت من الريل وانز اللي تابعوا مراجعه ريفولوشن فانت عارف ان انتقاداتي لاوكادا تلخصت في نقطتين. اولا اداء الموظفين، وده ما كانش موجود خالص النهارده. اداء اوكادا في الماتش ده بيفكرنا من تاني بليه هو اهم واشهر مصارع ياباني في العالم النهارده. لعب ماتش بريتم سريع جدا وسبوتات جامده متتاليه ولا كانه في الطوكيو دوم مثلا مش في اي دبليو. والانتقاد التاني كان النهايات الانتي كلايماكتيك، وده برضه اتمسح باستيكا في الماتش ده. في سيكونس النهايه مستر كاراتيه بيرقد اوكادا بالباك هيل كاك الجامده بتاعته، بعدها بيطلع فوق الكورنر عشان يخلص عليه بالايش احوال ظهرك. وهنا بنشوف واحده من اجمد واصيع واسفل السبوتات اللي حصلت السنه دي. عظمه دروب كيك مظبوط ظبطت السكينه في الجاتو على راس مايك بيلي وهو بيتشقلب في الهواء، مش ممكن. وعلى طول بعدها اوكادا بيخلص بالرين ميكر ويكسب. ماتش من الاجمد السنه دي كاداء على الحلبه، وتاني اعظم ماتش لاوكادا في اي دبليو بعد طبعا ماتش ضد الاوز اوف وورلدز. واضح انه I wasn't familiar with your game يا كازو اخويا، وانا سعيد جدا ان اوكادا رجع يقدم مستوياته بتاعت اليابان في اي دبليو، وده لاننا في لان هنكون على موعد مع اعاده احياء مش بس اعظم عداوه في تاريخ اليابان بل واحده من اعظم العداوات في تاريخ المصارعه كلها. تايمليس توني ستورم ضد مينا شيركاوا على بطولة العالم للنسوان. مينا شيركاوا هي من احدث التوقيعات ل اي دبليو، حاجة اي كاندي على قد ما اوسم كده، خصوصا لو انت ليك في الايجنتس. لا انت فهمت ايه ولد، انا اقصد طبعا اسلوب المصارعة بتاع الايجنتس. البرنامج ده طاهر يا بيه. كمان المزيكا بتاعتها مألوفة شويتين، يعني مش عارف سمعت التراك ده فين قبل كده. المهم انه ماتش فيلر كان معروف ان تايمليس توني هي اللي هتكسبه. تقدر تقول ان التراكم كله كان على سؤال هل مرايا ماي هترجع ولا خلاص كده، والحقيقة انها بالفعل خلاص ظهرت في الانكس تي. تخيل النقلة من المجد في استاد ويمبلي لمركز تدريب الدبليو دبليو اي، وانا زي ما انتم عارفين عني بروفيشنال جدا في المواضيع دي، وما اتمناش لمرايا ماي في الدبليو دبليو اي غير كل شر وقهر وظلم وظلمات ان شاء الله. الهي ربنا يبتليكي بابشع الاصابات وتشوفي هناك اوسخ ايام. ده انت كنت تيفاني ستراتون من تخفيضات امازون وعملناكي نجمه يا بنت. ده انت مجرد فقاعه صناعتها توني ستورم، هخيب ولا ايه؟ في داهيه تاخد اللي نفضك في الشركه الوسخه اللي شبهك. حاسس اني صعدت الموضوع جامد مش كده؟ وصلنا لماتش الاناركي ان ذا ارينا، او زي ما هنسميه من هنا ورايح المدعكه في القاعه، بين فريق سويرف، كيني اوميجا، ساموا جو، باور هاوس هابس، شباتا وويلو نايتنجيل ضد الديث رايدرز واليانج باكس. لو انت ما تعرفش ايه الماتش ده وعمرك ما شفته، في القوانين بسيطه جدا، مفيش قوانين ان شاء الله، نو رولز زي فيفا ستريت كده. والحقيقه اني كنت متحمس الماتش مش بسبب القصه او البناء اللي اتعمل له، على قد ما هو بسبب سؤال بسيط جدا، هتعملوا ايه تاني يا اولاد المجنونه؟ اصل شفنا في اول نسخه من الماتش ده واللي كان من اعظم الماتشات في تاريخ اي دبليو بالمناسبه، السبوت والصوره الايقونيه بتاعت ادي كينغستون وهو شايل جيركن البنزين ورايح يولع في جيريكو. وفي النسخه الثانيه بنشوف السوبر كيك المتفجره حرفيا دي من مات جاكسون على جون ماكسلي. وفي نسخه السنه اللي فاتت داربي آلن بيحقق امنيه ادي كينغستون وبيولع في جاك باري بجد المره دي. وفي نهايه الماتش اليونج بوكس بيعلقوا داربي من رجليه في الحلبه بتاع ربع ساعه ولا كانه معتقل سياسي في سجن جوانتانامو. اللي بحاول اقوله ان الماتش ده يعني مش سقف توقعاته عالي، لا سقف ايه، دول كسروا السقف لما جابوه 100 حته وطلعوا الفضاء خلاص. فهل يا ترى هيقدروا يعلوا على نسخ السنه اللي فاتت؟ قبل ما نعرف اجابه السؤال ده محتاجين نفهم البناء للماتش حصل ازاي.
زي ما اغلبنا عارف سويرف بيكسب ريكيشي في ريفولوشن، ومن خلال الفوز ده بيضمن فرصه المنافسه على بطوله العالم ضد الماكسف داينستي. الماتش اللي كعاده ماتشات ماكسلي بينتهي بنهايه فرستريتنج وتجلط، لكنها كانت جديده المره دي لما اليونج بوكس بيرجعوا على سويرف وبيعملوا له الاي في بي تريجر. اليونج بوكس بيبرروا عملتهم في داينامايت انهم عملوا كده عشان خاطر صاحبهم هانج مان. التفصيله دي مهمه جدا لان فافتكروها كويس. المهم ان البوكس بعدها بيعرضوا انهم يتحدوا مع جون ماكسلي والداث رايدرز عشان يحكموا سيطرتهم على اي دبليو مع بعض. وهنا كيني اوميجا بيرجع يدخل تاني على خط اليونج بوكس، بيرجع لانه بالفعل كان في قصه بينه وبينهم وقت سيناريو الاليت السنه اللي فاتت لما كاني كان مصاب. كمان بيدخل سويرف اللي عايز ينتقم منهم على اللي عملوه في داينستي. في الناحيه الثانيه الديث رايدرز بيهجموا على هوك وبيجيبوا له اصابه. هوك ده اللي تبع ساموا جو والابس، لا ركز معاه وحط والدك عشان في اسامي كتير. ساموا جو مع شيباتا وباور هاوس هابز اللي دخل مكان هوك بيتحدوا الديث رايدرز على عزيمه التريوز في مين ايفنت حلقه داينامايت سبرينج بريك ثرو. الحلقه دي بالذات كانت تاريخيه لان من خلالها عرض داينامايت بيتجاوز عدد حلقات عرض نايترو بتاع دبليو سي دبليو. ده العرض اللي فعليا كان دايس على وش عرض الرو ايام الماندي نايت وور لو ما تعرفش. وصاحبه والبوكر بتاعه ايريك بيشوف كان بيطلع في البودكاستات يحلف 100 طلاق ان اي دبليو هتموت ومش هتنجح. فكانت ليله للتاريخ بنهايه احتفاليه كمان، لان ساموا جو بيخضع جون ماكسلي في اول خساره للماكس من ساعه تغيير شخصيته عشان يكسب جو مع الابس احزمه التريوز. ماكسلي مش بيسيب الموضوع يعدي بالساهل كده، وبيتحدى ساموا جو في ماتش قفص على بطوله العالم في عرض داينامايت بيتش براي. الماتش اللي بينتهي بنهايه بولشيتيه كعاده ماتشات ماكسلي الحاليه، لان في نهايه الماتش وكما قال المعلم هودود بينزل علينا بالباراشوت جيب كيد. الراجل ده يعتبر اهم موهبه بره الدبليو دبليو اي واي دبليو حاليا، وهو موجود في اكبر اتحاد في اليابان الان جي بي دبليو. بالفعل كسب حزام الجلوبال اللي هو الابيض بتاعهم ده مؤخرا، ولعب الماتش اللي ناس كتير انا مش منهم بيعتبروه ماتش السنه ضد كيني اوميجا في راس الكينجدوم. انا شايف ان ده مش مقياس قوي لان كيني اوميجا يقدر يطلع ماتش السنه من عصايه المقشه صدقني. الفكره هنا ان وجوده مع الديث رايدرز غير انه مش منطقي ومش مبرر، فهو متناقض مع شخصيته. جيب كيد ده شخصيته انه بيكتفهم من الدبليو دبليو اي واي دبليو، شايف انه ابن النيو جابان وابن النادي وبتاع. ففكره انه يظهر في اي دبليو دي تعتبر تناقض، ولا عمرو اديب في عزه بس يعني ماشي. كمان شكله بالقرعه اللي هو عاملها دي تحسه جون ماكسلي لايت اصلا. المهم ان بعد الماتش بتحصل معجنه بين الابس والديث رايدرز وبيتدخل اليونج بوكس، لكن هنا بيدخل سويرف عشان ييفن بيادز زي باتمان في اركم نايت، وبيطلع فوق القفص وبينزل عليهم كلهم بالسويرف ستون. وعلى طول بعدها نيك جاكسون بيمسك ريموت القفص وبيقول الغي رحلتي. يجي واحد فلوطه دلوقتي ويقول لي طب هم ليه هربوا وهم 5 على 1؟ ما كانوا ممكن يتكاتروا عليه ويضربوه. وده احب اقول له لا يا برسام طويل، لا يا برسام طويل. سويرف ده لوحده حمله بيه ذا موست دينجرس مان ان اي دبليو، انتش فاهمك انت. المهم انه بيمسك الحديده وبيتحدى البوكس والديث رايدرز في ماتش المدعكه في القاعه. حاجه مثيره للاهتمام كمان هي دخول العامل النسواني في الماتش ده بين ويلو نايتنجيل ومارينا شفيق، وده منطقي لان الاثنين نازلين شرشحه لبعض بقالهم شهور من فول جير تقريبا. ونيجي للماتش نفسه واللي كان يعني احيانا انا مش عارف ابدا منين. ممكن نبدا بدخله سويرف واللي كانت الاجمد في العرض كله هاندز داون، وكان على عيني والله يا ابني اهبد عليك واقول لك اني عارف الشخصيه اللي هو كان لابس اللبس بتاعها، بس لا انا دخلت سرشت عليه زيك بالظبط، والشخصيه اسمها بريدتر من سلسله افلام رعب مشهوره. شيباتا وهابز بيدخلوا من غير سامو جو وده غريب. كاني بيدخل بعدها. واركن انت بقى يا ستيف روجرز على جنب عشان كابتن امريكا الحقيقي وصل. اما في دخله اليونج بوكس فبتشتغل لهم مزيكا مش عارف ليه فكرتني بمزيكه الاذاعه المدرسيه، وبتقعد حبه حلوين مع انترو ودباجه طويله بيعملها لهم جاستن روبرتس. محتواها باختصار ان اليونج بوكس كانوا السبب الرئيسي في انهاء احتكار الشركه الوسخه وبنوا اي دبليو طوبه. وبعيدا عن المبالغات في الواقع ان البوكس فعلا كانوا من اهم اسباب وجود اي دبليو. الاثنين بيدخلوا وهم لابسين لبس الامريكان الاوائل، ودي عرفتها بعد ريسيرش برضو لان انا في الاول كنت فاكرهم لابسين لبس البحاره الانجليز بتوع افلام جاك سبارو. في نص دخلتهم سامو جو اللي كان مستخبي بيظهر من ورا كراوديو وبتبدا المدعكه. حاجه نسيت اقولها بخصوص الماتش ده وهي ان في كل نسخه كانت بتكون فيه زي اغنيه مميزه بتفضل تلعب طول الوقت في القاعه والدعك شغال. فاول نسخه كانت جودس اغنيه جيريكو، النسخه الثانيه كانت وايلد ثينج اغنيه جون ماكسلي، النسخه الثالثه كانت ذا فاينل كاونت داون اغنيه براين، والسنه دي شكلها كده هتكون اغنيه الاذاعه المدرسيه العبيطه بتاعت البوكس اللي فضلت شغاله شويه لحد ما كيني اوميجا بيمسك الحديده وبيقول لو وقفوا النيله اللي شغاله دي شغلوا لنا حاجه ترقص كده، فبيشغلوا له مهرجان شمس المجره بتاع حمو بيك. لا بهزر، شغلوا اغنيه اسمها ام سو اكسايتد بتاعت البوينتر سيستم. كيني بيقول لا مش حاسسها برضو، وانا بيشغلوا له ليت ذا باريز هيد ذا فلور باي دراونينج بول، وهنا القاعه بتتقلب في واني تحتاني من فرط التفاعل، وانا بقيت شبه عادل امام وهو بيترقص في فيلم مرجان وانا بتفرج على البتاع. ولو انت مستني احاول بس اتكلم على الحاجات اللي حصلت في الماتش ده فده ضرب من ضروب الخيال
خيال حضرتك. الماتش ده ما كانش عايز تاز واكس كاليبر والجماعه اياهم دول، احنا كان يلزمنا مذيع قناه الحلبه، وده لان الماتش كان ماشي بريتم دريبكش جامد دلعني يا حامد والعدى افاده ودلعيني يا غاده جوه العياده. بنشوف كاني وهو بيعمل المون سولت ده من عند الجماهير على ماكسي والسكيورتي، وبتطلع لنا هذه اللوحه الفنيه وتقريبا اجمد صوره في 2025 كمصارعه. البوكس بيعملوا دبل دي تي على سويرف، وبعدها بيعملوا الجرادي اللي هي الرقصه بتاعته، بعدها كلاوديو بيمسك سويرف يمرجحه لحد ما بيدخله في الدي جي عشان يوقف المزيكا. مارينا شافير بتجنزر ودان ويلو نايتنجيل على عمود الحلبه وبتقفل عليها بالاف. مش عارف ليه افتكرت السبوت المقرف اياه بتاع راندي اورتون وجيف هاردي. بنشوف سبوت الدبل تيم الخرافي ده من الباكس على كيني اوميجا اللي بيدخل في الترابيزه، وهنا سويرف مره واحده بيعمل دخول رايق عامل حرايق وهو واقف على الفورك لاف. انا مش عارف اسمها ايه بالعربي، استنى اجيبها من على جوجل ترانسليت. ايه الرافعه الشوكيه؟ جوه الحلبه هابز وويلو بيعملوا سباين باسترات على كلاوديو والولايه، وويلو طلعت لابسه التيشيرت بتاع هابز ودي كانت لحظه لذيذه. المدعكه بتكمل لما الدباسات بتدخل في اللعب. سويرف طبعا يعتبر شقاوه قديمه في الموضوع ده من ايام ماتشاته مع هاج مان، فبيدبسهم كلهم، بس يعني كله كوم، وتدبيسه مات جاكسون دي كانت كوم تاني. ليه هنا؟ وهنا الولايه مارينا شافير بتديله واحده هو كمان في الحنكش، ومش كده وبس، دي بتدبس له لسانه كمان. ربنا يهد المفتري يا شيخ. عجبتني قوي الار كي او من ماكسلي على ويلو، وده لان كان لازم يحصل انتر اكشنز بين الرجاله والنسوان، وده الموضوع كان هيبقى مضيع للوقت الصراحه. عجبني اكتر واكتر لما كانت تدخل على الولايه مارينا شافير وصد الشلوت بتاعها، وهنا الولايه بتتف عليه وبتقول له اضربني عنفني حسسني ان لا حاجه كده انا اتفهم غلط مش كده. المهم ان كاني طلع بيدعم المساواه بين الرجل والمراه، وبيعمل لها سناب دراجون سوبلكس عنب وزي اللي بيعملوا للرجاله بالظبط. بعدها السوبر كيك بارتي بتشتغل على الحاج، جيب كات بيتدخل، بعدها هوك بيتدخل، منين يودي على فين. البوكس بيحشروا الدبابيس في بق كاني وبيبلعوا لي في بي تريجر، وماكسلي كان هيخدعه بس جو بيتدخل. الدعك بيتنقل على بره، هوب اوت اوف نو وير مارك بريسكو المنطق بالدماء بيدخل يدعك الديث رايدرز، وهو والابس بيحشروهم كلهم في عربيه الاسعاف، ودي الاهميه اللي قلت لكم عليها من شويه. وهنا اليانج بوكس كان اللي هو انت بتقفل الباب لا يا معلم هنرقص دانسه رحمه، والاثنين بيوضبوهم طبعا. وهنا برنس نانا بيجيب لسويرف الجزمه الكاستم ميد بتاعته، بس النقل بتاعها متروس دبابيس فعليا. بالمناسبه حوار الجزمه ام دبابيس ده اول ناس عملوه كانوا اليانج باكس نفسهم في فول اوت 2021. سويرف بيطلع في الكورنر عشان مره واحده الكاميرا تقطع لكاني وهو بيفجر مات جاكسون حرفيا بوان وينج انجل على الترابيزه. سويرف بيخلص بالسويرف ستامب على نيك جاكسون وهو لابس الجزمه ام دبابيس، وبكده فريق البيبي فيسز بيكسبوا. ختام العظمات بيكون بلقطه اسطوريه لما سويرف بيبص للكاميرا وبيورينا لسانه المتدبس. ادي بتوع المصارعه تمثيل اهو، اتكلم بقى عايزك تنطق كده. عظمه على عظمه على عظمه، وخمس نجوم ولا اقول لك 6 نجوم كمان، ومن ماتشات السنه بالنسبه لي. خلينا نتفق ان ده ماتش مش لكل الناس على قد ما هو بيستهدف اذواق معينه، انا منهم الصراحه. للمره اللي مش عارف كام اي دبليو انزجان ماتش يكافئ، بل يمكن يتفوق كمان على مستوى ماتشات السنين اللي فاتت. اما الجزئيه الاهم اللي لازم تفتكرها هي نهايه الماتش بالجزمه ام دبابيس دي، لان الحوار ده هيكون مهم جدا لواحده من اهم ماتشات لان. وكل ده بيوصلنا للمين لا بتهزروا لسه في ماتش كمان. الدون كاليس فاميلي ضد الباراجون. حطت الماتش ده في الكارد بترقع بالصوت العياني ان ايوه يا جماعه انا الباثروم بريك، فيا دوب تلحق تخش الحمام ولا تشرب ميه وتروح تعمل الشاي والقهوه والليمون بالنعناع عشان لسه في ماتش السنه مستنيك في المين ايفنت. فكرتني قوي قوي بحطه ماتش كيوتي مارشال والبيك شو في اول اوت 2021، ودي مشكله توني خان الكبرى بصراحه. مشكلته انه طيب وقلبه قلب خصايه ويتحط على الجرح يطيب. حبيب قلبي مش هاين عليه زعل حد، لازم كل المصارعين بتوعه ياخدوا وقت في البيبر فيو، مع ان ماتش زي ده كان هيكون لذيذ جدا في حلقه داينامايت وكنا هنركز عليه اكتر. الفكره كمان ان الماتش كان ممتع جدا. الدون كاليس فاميلي بيكسبوا وبيظهر الحاج هيروشي تاناهاشي ابو ركب مخلعه بعد نهايه الماتش، وانا حقيقي مش فاهم هو ازاي هيلعب الجي 1 السنه دي اصلا. بمناسبه الجي 1 فتاكاشتا هيلعب برده في البطوله وهيجيب عن موسم لان يلا اذا كان صحتنا مش مشكله. كمان بنشوف بدايه عداوه جديده على حزام التي ان تي بين ادم كول وكايل فليتشر. وقبل ما اتكلم عن ادم كول اسمحوا لي اعرفكم باحدث توقيعات اي دبليو السنه دي. الووكينج ويبن جوش الكساندر، الراجل ده كان واجهه التي ان اي واطول بطل عالم في تاريخهم، مش اطول اللي هو طويل لا يعني اطول فتره بالحزام. ومن ابو اخر كده يا معلمي الراجل ده تقدر تعتبره كيرت انجل الجديد، نفس القرعه نفس السلوبات نفس الماوث جارد نفس البلد تقريبا نفس الجيرمن سوبلكسات والانكل لاك، هو خليفه كيرت انجل. وما تقوليش تشات جيبل ده بقى الجراندي امريكانو خلاص. بيلعب اول ماتش ليه في اي دبليو ضد هانج مان وبينضم للدون كاليس فاميلي بعد نهايه الماتش على طول. نيجي لادم كول وحزام التي ان تي. خلينا صراحه مع بعض، اخر مره حزام التي ان تي كان ليه تقل وقيمه في العروض كانت لما ادج كان البطل، ومن ساعتها
3 والحزام ده رايح في الشلاحه من اول جاك بيري ورينو المانسي لداني جارسيا اللي ما خدش فرصته الكامله بالحزام والبوكينج ما خدموش لصالحه. اما ادم كول فالراجل من ساعه ما كسب الحزام وهو حرفيا بيقعد على طاوله التعليق اكتر ما بيصارع. املي كله في كايل فليتشر اللي ان شاء الله عاجلا قبل اجلا هيكسب الحزام ويرجع له قيمته. اما ادم كول فالحل بتاعه قلته في نهايه فيديو عداوته مع ماكس وحاوله تاني، لازما وحتما ولا بد ان يلي بيل. يا اخوانا ادم كول لم يخلق ليكون بيبي فيس. المهم ان كل ده فعلا المره دي بيوصلنا للمين ايفنت. البيلي جوت ويل اوسبراي ضد هانجمان ادم بيج في نهائي بطوله اون هارت. يجي واحد ويقول لي تطلعي بطوله اون هارت دي يا اخويا. تمام، دي بطوله كانت بتتعمل في الاول كتكريم لاون هارت اللي كان بقى ليها اهميه اكبر بكتير قوي من اول السنه اللي فاتت، لان اللي بيفوز بالبطوله هو اللي بينافس بطل العالم في اولان. يعني من الاخر البطوله دي بتوازي الرويال رامبل في الدبليو دبليو اي، لان اللي بيكسبها بيضمن وجوده في مين ايفنت اكبر عرض في السنه. كل حاجه بتبدا لما ويل اوسبراي بيعلن دخوله للبطوله وبيقول اللاين ده: I want to be the world champion because they trust me with AEW. طب والله ما اي دبليو بس على الطلاق انا بثق فيك في اي حاجه يا اوسبراي. طب اقول لك خد التقيله، انا اشتريت اساسن كريد شادوز ب $28 من على ستيم التركي مخصوص عشان اوسبراي، مع اني حرفيا عمري في حياتي ما لعبت العاب اساسن كريد ولا ليا في الفرانشايز اصلا، لكن يكفي ان اوسبراي عمل لها اعلان وبيحب يلعبها. ده غير اني اساسا من انصار الفكر الشيوعي بتاع العالم القدير شعبان عبد الرحيم. يعني نادرا ما بدفع فلوس في الالعاب وعاده بجيبهم من على موقع نكمل. بطوله اون هارت السنه دي بالنسبه لي شخصيا كانت الافضل من كل النسخ الثانيه. مفيش ماتش واحد مخيش او عادي حتى، كله بيقول العظمات عندي. القصد في اول جوله بيقدم لنا نجم جديد قادم وبقوه في اي دبليو وهو الجاد كيفن نايت، وفي نص النهائي بيقدم لنا الماتش اللي انا كنت المفروض هقول عليه انه اعظم ماتش حصل في اي عرض اسبوعي السنه دي. انا هنا بتكلم على ماتش الاسطوري ضد تاكاشتا في سبرينج بريك ثرو، بس كالعاده القصد بيعلي على نفسه وبيقدم لنا تحفه ثانيه ضد سوورف هنجالها في اولان. هانجمان الناحيه الثانيه بيقدر يكسب جوش الكساندر في اول جوله، وفي نص النهائي بيكسب كايل فليتشر بالباكشات ليريت الفشيخه دي. هتلاقي هانجمان الغلابه لوجان بول بيقلدها في اقرب فرصه ممكنه، وانا مش فاهم الناس اللي بيقولوا عليه مصارع كويس، لان لا هو يا دوب بيسرق حركات هانجمان كويس، ومؤخرا بدا يسرق الباكشات ليريت بتاعت سي ام بانك كمان، بس ما علينا. هانجمان بيكسب فليتشر عشان يوصل النهائي ضد اوسبراي. الماتش ده فعليا من اهم واصعب الماتشات اللي ممكن تتوقعها في تاريخ اي دبليو. اي حد من الاثنين ممكن يكسب فعلا، ده غير تبعات الماتش وتاثيره على مستقبل الشركه ككل. اخر ماتش اقدر افتكره كان بالاهميه دي يمكن كان سي ام بانك ضد هانجمان بيج في دبل اور ناثينج 2022. الاثنين بيعملوا واحده من اجمد بروموهات السنه، وكل واحد بيقول دوافعه للفوز بالبطوله. اوسبراي حاسس انه على عاتقه مسؤوليه اعاده حزام العالم المختفي قسريا مع موكسلي، وشايف انه الشخص الانسب انه يرجع الحزام ده ويكون واجهه الشركه، والاهم انه عايز يرجع بلده انجلترا كبطل العالم في الفوربيدن دور. ايوه الفوربيدن دور هيتلعب السنه دي في انجلترا في الاو 2 ارينا، دي نفس القاعه اللي اتلعب فيها الماني ان ذا بانك 2023 بالمناسبه. في الناحيه الثانيه هانجمان هو مش بس عايز يكسب، هو محتاج يكسب. احنا فعليا شفنا ارك كامل بيتبني للراجل ده من ساعه خسارته لبطوله العالم، من اول عودته مع اصحابه الاليت من تاني لعداوته التاريخيه مع سوورف والتحول الجذري اللي بيحصل له من خلالها، وصولا لانهاء مسيره صاحبه كريستوفر دانييلز وبدايه اعاده اكتشاف نفسه ضد ام جي ار. رحله مليانه بالانكسار والكره والحقد والقهر والحزن. هانجر عايز يرمي كل ده ورا ظهره ويرجع لمكانته كالمين كاركتر بتاع اي دبليو، وانا بصراحه ما كانش عندي ريحه التعاطف مع هانجمان، هو القز لازم يكسبها برضه، لكن ابن الذين بيقول لاين جالي على الجرح بصراحه. Because I need to know that there can be some kind of light at the end of this 2-year tunnel through hell. ما بحبش اتكلم عن نفسي، بس يعني ربنا ما يكتب عليكم السعي اللي بلا طائل ده يا رب. وعندي سؤال كمان، هل هبقى ببالغ لو قلت ان هانجمان هو اجمد متحدث على المايك في المصارعه حاليا؟ الراجل ده قادر يحسسك بكميه مشاعر غير طبيعيه في بروموهاته، عبقري بجد. ونيجي للماتش نفسه، السينما بتبدا قبل ما الجرس يرن حتى بدخلات الاثنين بهايب باكج لهانجر بيقول فيه هو ليه محتاج يكون الوجع من تاني، وبنشوف زي كلوز اب لانعكاس عينه جواها صورته وهو شايل بطوله العالم، جامد قوي. القز بيعمل زي مونولوج جامد قوي برضه، بيختموا بنفس اللاين اللي قاله لهانجمان في اول برومو بينهم. This isn't about your redemption. This is about my ascension. الماتش بيبدا بسرعه ابطا شويه من السرعه المعتاده لماتشات اوسبراي. عجبني قوي الفولو واي سلام من هانجمان لما بيرمي اوسبراي على الباريكيد، ومن هنا الماتش بيبدا يشتغل بالسرعه الاكس 2 المعتاده من ماتشات الاوز. السيكونسات الخياليه اللي محدش بيعرف يعملها غير اوسبراي بتشتغل. هانجمان بيكرر نفس سيكونس نهايه ماتشه ضد فليتشر لما بيعمل على اوسبراي نفس الباك شوت ليريت من فوق الكورنر اللي عملها على فليتشر، وخلاص هيخلص بالباك شوت الثانيه، لكن الاوز بيصدها وبيعلقه شبه الكلوت المبلول على حبل الغسيل، وبيعمل الشوتنج ستار بريس الخرافيه على الحبل،
وده سبوت اوسبري مش بيعمله غير في اضخم واهم ماتشاته. عملها 3 مرات بس في اي دبليو، ضد كاني في الفوربيدن دور، ضد جيريكو في اولان، وضد ام جي اف في اولان. وده يوريك مدى اهميه الماتش اللي بنشوفه. هانجر بيعمل التوم ستون ثم الانجلز وينجز اللي هي فينيشر صاحبه كريس دانييلز. الاوزي بيرزعه باور بامب على حرف الحلبه، ومش كده وبس، لا ده بيعمل له الستايل سبلاش على بره، وبينزل هانجر زرع بصل على نافوخه حرفيا. الحكم بيبدا يعد على هانجر بره، وقبل العد ال10 بيدخل الحلبه، بس الاوز بيطير رقبته بالهيدن بليد. هانج مان بيفك، وهنا اوسبري بيفصل خلاص، وبنشوف عوده نسخه من الاوز كانت مدفونه من زمان، لان من هنا ويل اوسبري الهيل بيرجع من رقدته. ياب اوسبري كان هيل، وهيل اسطوري كمان في اليابان ايام اليونايتد امباير، فبيلطش لهانج مان وبيسبله لحد ما بنوصل لطاوله التعليق. ولسه هانجر كان هيعمل الديد اي، راحت الطاوله قالت لهم انا ما ينفعنيش الشغل ده، ما ينفعنيش. اكيد الطاوله انهارت من فرط العظمه اللي عليها طبعا. هانجر بيلكت في امها وبيعمل الديد اي برضو على حطام الترابيزه المكسوره. وهنا بنشوف اجمد سبوت في الماتش كله. هانج مان واقف على حرف الحلبه وبيستعد عشان يعمل الباك شوت، بس الاوزي بيبص له وبيخلع القلب باد اللي بيعمل بيها الهيدن بليد وبيقف قدامه. وده ستوري تيلينج تاريخي، لانهم بيطبقوا بالحرف اللي قاله اوسبري في نهايه البرومو بتاعهم. Meet me in the desert. I'm calling you out for a shootout, bro. الشوت اوت ده او زي ما بيتسمى المكسيكان ستاند اوف، هو عباره عن ان اتنين بيقفوا قدام بعض، واول واحد يطلع مسدسه ويطخ التاني هو اللي بيكسب. فالاتنين بيقفوا قدام بعض فعلا وبيجروا يعملوا فينيشاتهم في نفس الوقت. هانج مان كان اسرع وبيطير اوسبري بالباك شوت ليريت، بس الاوز بيفوق. هانجر هيخلص بالباك شوت الثانيه، لكن اوسبري بسلاسه الدنيا بيبلعوا الهيدن بليد المكيافه دي وهو واقف بظهره اصلا، وبيعمل الستورم بريكر، بس هانج مان بيفك. نهار اسود. دي واحده من اللحظات النادره قوي قوي اللي اتفاعلت فيها بشكل عنيف مع ماتش مصارعه. قلت كلمه كده من 3 حروف اولها زي اخرها وانا بتفرج على الحته دي، لان حي بجد امتى اخر مره شفنا حد بيفك من الستورم بريكر؟ مستحيل. دي قد تكون فعليا اول مره في التاريخ حد يفك منها، بس يا ريت حد ياكد لنا المعلومه دي. يعني الاثنين بعدها بيقتبسوا من حركات اعدائهم اللدودين العرب، صح كده يا ابني؟ يعني كل واحد بيقتبس حركه عدوه التاريخي. لما الاوز بيعمل الفي تريجر حركه كاني، ولسه كان هيخلص بالوان ويج انجل، راح هينجر عكسها للباك بريشر حركه سوورد. سيكونس النهايه بيشتغل على سرعه اكس 20 مش 2، وفي النهايه هانجر بيقلب الستورم بريكر الثانيه لكلوز لاين، وبينهي الماتش بالباك شوت ليريت ويكسب. رسميا مين ايفنت الان السنه دي هو الموكس ضد الهانجر على بطوله العالم. هانج مان كالعاده هو اجمد واحد بيعرف يحكي قصه بجسمه على الحلبه، وفي نهايه الماتش بيقف عند الستيج جنب كاس اوين هارت، بس بيرجع الحلبه تاني لاوسبري. بيرجع بنفس مشيته في نهايه اول اوت السنه اللي فاتت، لما بيمشي ناحيه سوورف المتهربت بعد اللي عمله فيه في ماتش القفص، ثم بيرجع تاني وبيصرخ عند الستيج كنايه عن ان رغم انتقامه من سوورف الا انه لسه مش حاسس بالرضا عن نفسه. لكن ده بيتغير المره دي لما بيروح لاوسبري وبيسلم عليه في لحظه عظيمه، ثم بيحتفل في تقفيله العار. ولا اخفيكم سرا انا كنت زعلان قوي، بل انا مش فاكر اني زعلت كده بسبب ماتش مصارعه يمكن من ساعه سي ام بانك في الرويال رامبل 2014. كان نفسي ومنى عيني الاوز يكسب بجد، بس عادي مش مشكله. فداك يا اوسبري، فداك يا افضل مصارع في التاريخ. انا درعك، انا سهمك، انا نبراسك وقلمك يا الاوز. انت اوسبري كبيرهم على صغرك وعارض المتعه في عالم المصارعه، وانا يا اوسبري مستعد الذود عنك لتقبل سهامهم بدلا منك وضربهم بدلا عنك لاخر الرمق. الحقيقه سرحت بافكاري في لحظه عاطفيه شويه بيني وبين نفسي لعالم مثالي اكون طلعت فيه من مصر للابد، واحضر الان في ويمبلي السنه الجايه واشوف تتويج اوسبري ببطوله العالم. انا مش واثق في قدرتي على تحقيق الحلم ده، لكني واثق ان دي مجرد البدايه لاوسبري، بدايه الريدمشن اللي هيوصله في النهايه للاسنشن. اي حد تابع قصه الديث رايدرز من بدايتها عارف ان البروتاجونست والبطل بتاعها كان داربي آلن، الراجل اللي بيختار قمه جبل ايفرست على حساب قمه اي دبليو. والحقيقه ان هانج مان كان البديل المثالي، الراجل اللي بالفعل خدنا معاه رحله مليانه تقلبات، وتتويجه في الان هيكون نهايه تاريخيه للارك بتاعه. بس هل ده هيحصل؟ مش متاكد. انا لازلت مقتنع بنظريتي ان ام جي اف عاجلا او اجلا هو اللي هيكسب بطوله العالم، ومستني اعرف رايكم بخصوص الموضوع ده. تقييم الدبل اور ناثينج 2025 هو 9.5 من 10 زي ريفولوشن، كان هياخد ال10 من 10 لو كان اوسبري كسب. في حاله لو انت كنت عايش في كهف في اي دبليو العروض الاسبوعيه حرفيا بقت بمثابه بيبر فيوز دلوقتي. اخيرا حابب اعتذر، يا ريت تسامحوني ان الفيديو نزل بدري قوي كده. يعني حاول ايه، انا حد ديسيبليند جدا وما اعرفش معنى كلمه علواء. لا خلاص بجد، عدى شهر على البتاع وانا مش مصدق بجد، حاسس اني ليونارد من فيلم ميمنتو، بقيت مش حاسس بالوقت خلاص. وبصراحه انا كنت خلاص كنسلت الفيديو ده اصلا، لكنه كان ضروري لسببين: عشان نعمل زي ريكاب ونبقى مع بعض على نفس الخط قبل موسم الان، وكمان عشان نظريه ماكس واللي انا مقتنع بيها جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو انت وصلت لحد هنا فانا فعلا مش عارف اقول لك ايه، ولو انت وصلت لحد هنا بجد ولسه ما عملتش لايك وسبسكرايب والحاجات اللذيذه بتاعت اليوتيوب اللي انا ما بعرفش اقولها، فانا حقيقي مش عارف اقول لك ايه. وبس كده.